دايما ردود الافعال والتصرفات غير المتوقعة بتورينا حاجات ما كناش نتخيلها. علشان كده النهاردة هنشوف مع بعض شوية فيديوهات استثنائية لردود افعال غير متوقعة حصلت في اللحظة المناسبة وتم تسجيلها عن طريق الكاميرات. انا محمود المغربي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. الأم دي كانت مركزة في حاجة تانية خالص، لكن رد فعلها كان سريع وغير متوقع. في اللحظة اللي الكتاب كان هيقع فيه على راس ابنها بسرعة مدت ايديها ومسكت الكتاب. يس! البنت دي بجد كان حظها حلو قوي، وهي داخلة البيت فجأة التلج اللي على السقف وقع كله مرة واحدة، وبفضل ربنا لحقت تبعد في آخر لحظة والموقف عدى على خير. الراجل ده فعلا حظه نحس، اول ما رن الجرس الطائر اللي كان واقف فوق الباب كأنه مستني اللحظة دي بالظبط. بجد الحظ كان وحش معاه بطريقة مش طبيعية. اللقطة دي تعتبر من اعظم اللقطات في تاريخ التلفزيون. الشخص ده كان بيشرح للمشاهدين لحظة انطلاق الصاروخ، وفي نفس اللحظة الصاروخ فعلا انطلق. توقيت مثالي ومستحيل يتكرر، لان فرصة اعادة تصوير اللقطة دي مش هتكون موجودة. اظن ان الشخص ده حظه كان حلو جدا النهارده، المروحه وقعت بعيد عنه بسنتيمتر واحد. قد ايه كان محظوظ. الشخص ده وهو بينظف التلج من على العربيه لمح في اللحظه المناسبه لوح خرسانه ضخم بيقع من المبنى عليه. بسرعه قدر يهرب في اخر ثانيه وينقذ نفسه. الشخص ده تحس ان عنده موهبه او قدره خارقه. بسرعه رد فعله قدر يمسك الكوره رغم سرعتها، وفي اللحظة دي فعلا أنقذ المراسلة اللي قدامه. كاميرات المراقبة هنا جابت لنا لقطة لأشطر سواق ممكن تشوفه بيهرب من الشرطة. شوفوا ازاي عدى ما بين العمود والحيطة من غير ما يلمس حد. فعلا توقيت مثالي، وعلى ما أعتقد هو نفسه لو شاف الفيديو مش هيصدق اللي عمله. الشخص ده في لحظة حس نفسه مسيطر على البرق، وفي التوقيت المثالي فعلا حصل اللي كان مستنيه. يا ابن اللعيبة، ده لقطة مفيش أروع من كده. الشخص ده توقعه كان مثالي بدرجة 100%. قدر يضرب الكرة بالمضرب في اللحظة المناسبة. العامل ده عنده ردة فعل سريعة جدا. في اللحظة اللي البرميل وقع فيها قدر يمسكه بكل سهولة. الأشخاص دول في لحظة كانوا بيضربوا الكرة، والمذيع اللي كان بيذيع المباراة الكرة جت عليه. ساعتها قدر يمسكها برد فعل غير متوقع خالص، كأنها كرة بينج. لكن لو كانت جت بشكل تاني كان ممكن تنتهي بطريقة مختلفة تماما. الكلب ده الدنيا ضاقت في وشه، قرر ياخد حقه بطريقة غريبة. راح عمل حمام على الشخص اللي كان قاعد. بصراحة حظ الشخص ده نحس قوي، وليه حق يجري ورا الكلب ده طول النهار بعد اللي حصل. الاتنين دول لو كانوا قاصدين يجيبوا الكورة في الشخص ده مش هتيجي بالدقة والطريقة اللي حصلت دي. يخرب بيت دماغكم، الراجل مش مصدق اللي جرى فيه. مش قادر حتى اتخيل كان ايه اللي ممكن يحصل لو الشخص اللي راكب الموتوسيكل ده ما غيرش زاوية الحاوية وما بطأش سرعته. لحظة خطيرة جدا، لكن تصرفه السريع انقذ الموقف بالفعل. الراجل ده كان هيبقى اكتر واحد منحوس في العالم في اللحظة اللي حصلت دلوقتي. الونش كان هيقع عليه ويدمر عربيته الجديدة. الموقف كان واقف على سنت واحد، وكانت الدنيا هتبقى غير كده خالص. ما هو انت لو ساحر مش هتعمل اللي عملته ده. في اللحظة المناسبة وهو بيحرك ايده شريط المعلومات اتحرك معاه كأنه متبرمج على حركته. بجد حاجة شكلها تحفة قوي. بصراحة حاجة مدهشة وغريبة جدا. رد فعل الشخص اللي حدف الكرة كان في الوقت المثالي، وقدر يصدها ويحط نقطة لفريقه بكل سهولة ومن غير اي تعب. حركة عبقرية في التوقيت الصح. الشخص اللي واقف في البنزينة ده بصراحة رد فعله كان خرافي. بشجاعة وذكاء واجه اللصوص بطريقة خلتهم يهربوا في ثانية وما فكروش حتى يبصوا وراهم. يس! على ما اعتقد ان الاتنين دول حظهم كان منحوس بجد. في لحظة واحدة فرع الشجر وقع عليهم، لكن في اخر ثانية قدروا يهربوا. كاميرات المراقبة لقطت لحظة غريبة للدب ده اللي فجأة قرر يرقص ويلعب في التلج اللي نازل. واضح ان الدب شكله رايق قوي ومبسوط بجد. الشخص ده كان حظه سيء جدا، وهو بيصور الحوت الابيض الموبايل بتاعه وقع في المية. لكن من حظه الحلو والغريب ان الحوت هو اللي جاب له الموبايل تاني. المذيعة دي وهي بتقدم نشرة الأرصاد الجوية حصل خلل في الشاشة اللي بتعرض البيانات، وبصراحة كانت لحظة استثنائية جدا بالنسبة لها. I don't really know what's going on.
في لحظة سباق العربيات الكاوتش بتاع العربية ده فجأة اتخلع منها، واللي حصل بعد كده كان غريب جدا. الكاوتش كان عنده احترام للسباق، قعد يمشي في مسار مظبوط وكأنه عارف الطريق كويس، وفي لحظة غير متوقعة وقف في مكان كأنه بيقول لهم الدنيا تمام وما تشيلوش هم أنا هنا. الحركة دي بتبقى دايما صعبة على الكل، بس الاتنين دول عملوها بطريقة غريبة وغير متوقعة. برافو يا رجالة، الله ينور عليكم. الراجل ده قفل مكنة النجيلة ومشي، وفي اللحظة المثالية الكرة خبطت في المكنة بطريقة غريبة كأنها حركة مدبرة. المكنة قالت لك بقى مش هستنى حد يكمل، وبدأت تشتغل لوحدها وكأنها بتقول ولا يهمكم أنا اللي هخلص الجنينة دي. المذيعة دي حظها كان وحش جدا، وهي بتقدم برنامج تلفزيوني. الكلب دخل في اللحظة المثالية وخطف منها المايك، فضلت تجري وراه علشان ترجعه، وفي الاخر الحمد لله جابته، والاحلى انهم بقوا اصحاب كمان. القطة دي لو بتسحر مش هتعمل اللي عملته، تحس انها بحركة واحدة قلبت الموتوسيكل على وشه كأنها عارفة التوقيت بالثانية. الشخص ده بسبب ردة فعله السريعة لما لحق البيتزا قبل ما تقع حس اللحظة انه اتحول لسبايدر مان وهو مش واخد باله. الكلب ده شايف صاحبه واقف بيصد الكرة فقرر يساعده بشكل غير متوقع. في اللحظة الأخيرة قدر يصد ضربة الجزاء من الشخص التاني. البنت دي وهي نازلة المية في آخر لحظة وفي توقيت فعلا مثالي خدت بالها إن في سمكة قرش تحت مستنياها. كان ممكن نقول عليها الله يرحمها لو الموقف ده انتهى بطريقة تانية. في لحظة مثالية ومع فرصة واحدة الشخص ده قدر فعلا يحقق الميدالية، حاجة كده شبه سوبرمان، وبيطبق مقولة حلمك لازم تطير عليه. الكلب ده في لحظة غريبة نزل الملعب وكان فاكر ان الكورة بتتحدف له مخصوص، خدها وجري بيها على طول لحد ما وصلها للفريق المفضل عنده واداها لهم. قد ايه الكلاب بتكون ذكية جدا. في التقرير التلفزيوني ده في حفلة المدرسة الثانوية الدنيا اتقلبت تماما لما الميكروفون بتاع المراسل وقع جوه الآلة الموسيقية. لحظة غير متوقعة خلت الحفلة تبقى كلها ضحك وكوميديا على غير العادة. الولد الصغير ده كان حلمه انه ياخد كرة زي دي، ردة فعله كانت سهلة جدا انه يدخل الملعب وجاب الكرة بنفسه، وزي ما انتم شايفينه محدش عرف يلحقه. التمثال المذهل ده هو تجسيد للحب في أروع صورة، فعلا قطعة فنية بتحكي عن الحب بكل تفاصيلها وبدون كلام. في لحظة غضب اللاعب ده حدف الحذاء بتاعه، لكن من حسن حظ المشجع اللي بيحبه دايما الحذاء وصل له وهو موجود في مكانه الصح وفي التوقيت المثالي كمان. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي بقضيها معاكم بتكون من أجمل وأحلى الأوقات، وساعتها بكون فرحان جدا. وياريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشوف باقي الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.